السلام عليكم يا اخوات. انا جاي اقول كلمتين مش هنأخر على بعضينا. انا اي عيل مسيح تمام هشوفه ماشي بسجاره وغلاوه امي اللي ادوس على وشه. اي بنت مسيحيه اشوفها طالعه بنص فطرتني امبارح يا اخواتي، امين. هشوفها هسوي وشها بالاسفلت وغلاوه امي هسوي وشها بالاسفلت. يلا. انا عارف ان الفيديو ده يحرق الدم حقيقي وانا متأكد، وده حصل في التعليقات. انا شفت اخواتي المسلمين محروق دمهم اكتر مننا حقيقي، وهو ده اللي انا بتكلم فيه. انا مش بتكلم علشان خاطر، وشايف طبعا ناس كتير جدا بتمنشن لوزارة الداخلية. انا مش طالع اقول يا جماعة وتمنشن لوزارة الداخلية لا 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 خالص خالص. انا جاي اطرح سؤال. الولد ده في الاول وفي الاخر انا شايفه طفل ضحية ونتاج لتربية غلط. النموذج اللي احنا شفناه ده دلوقتي ده عايش ما بيننا، على فكرة عايش ما بيننا. وهنا السؤال اللي بسأله، ايه التربية دي؟ ازاي نعمل كده في عيالنا ونطلع الناتج اللي انت شايفه ده؟ ازاي تطلعوا عيالكم بلطجية؟ ازاي تطلعوا عيالكم بالمنظر ده؟ يا جماعة الفيديو ده خطر جدا. مش قصدي على الولد ولا بقول للجهات المعنية تحاسب الولد، لا لا لا. ده في الأول وفي الآخر أنا شايفه عيل صغير، عيل صغير. النوع ده في منه كتير. ما ينفعش يا جماعة، ما ينفعش تكون الدولة بتحاول على قد ما تقدر تعمق الوحدة الوطنية ويجي عيل زي ده يطرح التربية بتاعته الغلط. يعني في العيد السيد الرئيس بيبقى عندنا علشان يهنينا، علشان ينقل للعالم كله على اللي بره قبل اللي جوه ان في وحدة وطنية في مصر. ويجي طفل زي ده، طفل، وانا بكرر ان هو طفل، نربيه على الحاجات الصعبة قوي دي وتطلع ايمانه ضعيف ومهزوز لدرجة ان هو بيتأثر بحد بيمشي في الشارع بيشرب سيجارة ولا بنت معرية الكم ولا حاجة، خلاص كده الدنيا باظت معاه فيطلع يعمل الفيديو الصعب قوي ده. انا من الناس اللي بقول ان التربية الناتج يعني ده اتربى ازاي علشان يعمل الفيديو ده. ايه يا جماعة كمية الكره ده؟ ايه كمية البلطجة دي؟ هو ما يعرفش نتاج الفيديو ده ايه او عمل ايه. الدنيا صعبة جدا وسايرة قوي، والفيديو اللي نازل منتشر بطريقة صعبة جدا، بس ده بيدق ناقوس خطر. شايف نتاجة التربية بتاعتك وصلتنا لحد فين؟ ايه اللي انتوا بتعلموه لولادكم علشان يطلعوا بالطريقة دي؟ دي طريقة مرعبة، طريقة صعبة جدا. يعني ايه؟ انا شايف ان مش الطفل ده اللي المفروض يتحاسب، المفروض يتحاسب ابوه وامه. انتوا ربيتوا الواد ده على ايه علشان يطلع في الفيديو ده في كمية الكره ده؟ ازاي مش معلمينه ان احنا في مصر الدنيا مختلفة وان احنا عايشين مع بعض بمحبة وسلام؟ ايه النوع ده؟ النوع ده في منه كتير جدا، في منه كتير قوي. انا بناشد مش وزارة الداخلية، لا لا لا، انا بناشد شيخ الازهر، بناشد الابهات، بناشد وزارة التربية والتعليم، وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة. عليكم حمل كبير جدا، لازم يبقى فيه تربية. احنا مش عايزين نشوف النماذج الصعبة دي في مجتمعنا. حد يقعد معاه ويفهمه ويقول له يا حبيبي غلط الكلام اللي انت بتقوله، غلط التربية اللي انت متربيها. الفيديو صعب. ايه كمية التحدي والبلطجة اللي موجودة في الفيديو؟ شيء صعب جدا وبيدل ان احنا كده في منحنى خطر. احنا عاوزين نلحق الجيل اللي طالع. هل ده جيل يقدر يقوم البلد على رجلها؟
هو ده الجيل اللي احنا بنتمناه؟